شخص بيحس انه متضايق جدا ومكتئب جدا جدا جدا، فيروح للدكتور، فالدكتور يكتب له دواء للاكتئاب، ياخد دواء الاكتئاب وبدل ما يرتاح يكتشف انه بيتعب اكتر ومزاجه بيقلب اكتر واكتر. فتيجي تساله انت رحت قلت للدكتور ايه؟ انا والله يا دكتور انا بيجي لي اوقات كتير ماليش مزاج، ما فيش طاقه، ما عنديش تركيز كويس، مزاجي متقلب، عصبي شويه، ما بنامش خالص. فاجي اقول له لا طب استنى بقى، لان الاعراض دي نسال بقى السؤال ليه ما بتنامش خالص والطاقه الزياده دي. هنا تشخيص بيتحول من مرض الاكتئاب لاضطراب ثنائي القطب. ايه الفرق بين الاثنين؟ او ايه عموما الفرق الجسم من جوه؟ ايه اللي بيحصل في ثنائي القطب؟ ايه اللي بيحصل في الاكتئاب؟ مفهوم كبير قوي منتشر. تسال الدكتور تقول له يا دكتور هو ايه اللي حصل؟ فالدكتور ما يقدرش يديك معلومات طبيه كامله نتيجه ان هو مش عايز يشغلك وما يخضكش، خلاص فيقول لك والله في كذا قليل، عايزين نزود كذا، نقلل كذا. ولكن النهارده احنا هنتكلم باستفاضه شديده عن ايه هو اضطراب ثنائي القطب، ايه هو البايبولار ديس اوردر. البايبولار ديس اوردر هو في المقام الاول شخص بيلاقي نفسه اوقات في العالي قوي ومزاجه حلو او عصبي جدا وفي طاقه مش طبيعيه فيه، اوقات تبقى فوق الاسبوع، اوقات 4 ايام فيما اقل على حسب سواء دي مانيا او هايبومانيا، واوقات تانية في النص كده هو مزاجه متقلب وعنده اكتئاب، ممكن يكون بسيط ممكن يكون شديد على حسب هو بقاله قد ايه تعبان. الشخص اللي عنده تقلبات في الطاقه الشديده دي وعنده عصبيه شديده قوي، نبدا نبص الطاقه دي ودته لفين، فتلاقي ان الطاقه دي ممكن تبقى معاه اندفاعيه شديده. الشخص بيتعصب على اقل شيء، الشخص مش مستحمل كلمه، الشخص ممكن يجي له عصبيه تخليه يعمل حاجات وينسى هو عمل ايه اصلا، ممكن يخليه عنده اندفاعيه شديده، ممكن ينزل يصرف كل الفلوس اللي معاه وما يعرفش هو عامل كده ليه، ممكن يخليه ما عندوش صبر او ينتظر، ما يقدرش ينتظر حد. الشخص بيمر بمرحلتين، احنا قلنا باي بولر، باي يعني اتنين زي الباي سيبس كده، يعني العضله ذات الراسين فهي ذات قطبين. ايه المشكله ذات القطبين وايه القطبين بتوعها؟ القطب الاولاني هو قطب الطاقه المرتفعه. الطاقه المرتفعه دي هي الوقت اللي بيبدا الانسان يحس فيه ان هو ما بينامش خالص، ممكن ينام 2 ل4 ساعات ويلاقي نفسه كويس، ممكن يلاقي نفسه ما بيتكلم، مش راضي يفصل، بيتكلم في مواضيع كتير مالهاش علاقه ببعض، ممكن يبقى معاه ضلالات، الشخص ده يتوهم ان هو المهدي المنتظر، الشخص ده الناس دي بتتكلم عليا، الناس دي كلها مركزه معايا، الناس دي بتقرا افكاري، الناس دي عايز تاذيني، وده ملوش علاقه بالواقع. ممكن يبقى فيه هلاوس كمان، ممكن شخص يشتكي ان هو بيسمع حد ده بيكلمه، بيحس بحاجه مش موجوده، بيشوف حاجه مش موجوده، بس بيبقى مؤقتا، يعني شويه بيشوف شويه ما بيشوفش، شويه عنده ضلالات شويه ما عندوش ضلالات. الشخص ده من الاخر مخه ما بيفصلش. وبعدين تيجي على النقيض بعد فتره كده تلاقي الشخص ده ما فيهوش طاقه اصلا، مكتئب جدا، مزاجه متقلب جدا، لا تركيز ولا طاقه ولا مزاج كويس ولا قادر يتحرك من مكانه. تقلبات الطاقه دي بعمل فيها العلماء ابحاث كتيره قوي عشان يعرفوا ايه اللي بيحصل، لقوا ان ليها علاقه طبعا بتغيرات في مرونه المخ بشكل عام، واتكلمنا عن النيوروبلاستيستي. المخ بتاعك مرن جدا، مجرد ما بيحصل فيه تغيرات في بوابات الكالسيوم او يحصل فيه تغيرات في الاكسده بتاعته او تغيرات في تصنيع الطاقه في الميتوكوندريا او حتى في التوصيلات العصبيه او في دوائر التفكير وعلاقتها ببعضها ودوائر المخ وعلاقتها ببعضها، فبيبدا يحصل اللخبطه دي. وطبعا في مواد كيميائيه بتظهر في الصوره ولكن ليست هي العامل الرئيسي. المواد الكيميائيه دي زي الدوبامين والسيروتونين، جابا، جلوتاميت وما الى ذلك، وحدث ولا حرج خلاص. ولكن بيبقى الاكثر الدوبامين، لان الدوبامين هو ناقل عصبي رئيسي متحكم جدا 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 في الدماغ، ومش مسؤول بس عن السعاده زي ما الناس كتير فاكره، ده مسؤول عن تنظيم مخك بالكامل وعن مشاعرك وتنظيم اكلك وشربك وعطشك، مسؤول عن حاجات كتير، هو ناقل عصبي رئيسي في المخ. الشخص اللي عنده بايبولر يتوجه ازاي؟ الشخص ده على حسب درجه الحاله وعلى حسب شدتها، يعني الشخص ده لو خطر على اللي حواليه جدا والشخص ده ممكن يأذي نفسه، ممكن يأذي حد ومش حدش عارف يوقفه، بيعمل تصرفات غريبه، بيفتح مشي او يمشي، ممكن يرفع سلاح احيانا، ممكن يعمل حاجه. في نوبات الهوس لما بيجيله المستشفى، رقم 1 الحجز في المستشفى لو المشكله قويه بدرجه كبيره. طيب لو المشكله نوعا ما مستقره بس الشخص التقلبات المزاجيه وتقلبات النوم وتقلبات الطاقه في جسمه شديده قوي، مش عارف يتصرف معاها ازاي، العلاج الدوائي. الهدف من العلاج الدوائي هو رقم 1 ان احنا نرجع النيوروبلاستيستي او مرونه المخ، نخلي المخ في حالته المستقره ونخلي المخ يقدر يواجه التقلبات المزاجيه بشكل ابسط. وبنعتمد في القصه دي على محسنات المزاج اكتر شيء في الدنيا، مش ادويه الاكتئاب، لان ادويه الاكتئاب لو اتخذت وما فيش محسن مزاجي بدرجه كافيه واستقرار مزاجي بدرجه كافيه، ممكن تانديوس المانيا او الهايبومانيا. يعني ايه تانديوس؟ يعني تخلي الواحد يخش في نوبات الهوس اللي احنا اتكلمنا عليها، او النوبات اللي بيكون فيها الطاقه مرتفعه. طبعا انا لما اتكلمت عن الاعراض الشديده انا اتكلمت عن اضطراب ثنائي القطب النوع الاول، وهذا نوع واضح جدا، بيعطل الحياه جدا، بيوقف الحياه جدا. ولكن في انواع تانية
هي اقل حده ومؤثره جدا على حياه البني ادم، زي الهايبومينيا اللي ذكرتها من شويه. مش انا قلت لك في 4 ايام او اقل، وقلت لك لو اسبوع او اكتر ده اسمها المانيا او نوبات الهوس. خلاص، ده النوع الاول، وخصوصا لو جه معاه كمان ضلالات او جه معاه هلاوس سمعيه بصريه حسيه ايا كان ايه هي. خلاص. طيب الهايبومانيا شخص بيعاني من الاكتئاب الشديد، شخص مكتئب فعلا، ما عندوش طاقه، ما عندوش مزاج، بس حاسس بفوران في راسه، مخه ما بيفصلش، ممكن يبقى فيه اندفاعيه في تصرفاته وعصبيه مش مبرره. خلاص. واوقات بيجي له طاقه شديده واوقات ما يجيلوش طاقه خالص. تمام. وده مختلف عن الاكتئاب اللي هو اغلب الوقت الشخص ما عندوش شغف في الحياه، خلاص، وما عندوش طاقه من الاساس. طيب لو انا اديت دواء اكتئاب للشخص اللي عنده هايبومانيا، الشخص ده يبدا على طول يخش في نوبات الهوس الخفيف. نوبات الهوس الخفيف ده شخص بيلاقي مشاكل في النوم كذا يوم كده، بيحس ان تقلبات مزاجيه، في طاقه او مزاج حلو فجاه كده، بس مش عارف جاي منين في وسط العتمه وفي وسط الاكتئاب. والشخص ده لما بيروح ياخد دواء اكتئاب بيتعب ويحس انه مش كويس، بيحس انه مخه بيفور، مش قادر يستقر. انا همي النهارده انك تكون فاهم ان لو الاعراض اللي اتكلمت عليها دي كلها موجوده، انك تتوجه على طول لدكتور. دي حاجات ما بتقدرش انت تحلها من نفسك، ما بتتحلش، وتعمل ابحاث كتير ودوروا كتير، لان ده مخ بني ادم اللي عنده مشكله بسيطه في جسمه بيدور على دكتور يحلها له، وحاجات بتاخد وقت. يعني العظمه المكسوره بتاخد 4 شهور، ده لو عندك جرح في ايدك ياخد له 9 ايام او فيما فوق، حاجات بسيطه. ما بالك لو في مخ؟ تفتكر الصدمات اللي بتيجي لمخك دي ما بتاثرش عليه؟ طب تفتكر الوراثه والبيئه المحيطه ما بتاثرش؟ البيئه المحيطه ليها تاثير كبير جدا على ان الامراض الوراثيه تخرج. البايبولر اذا ذكر على طول يذكر معاه الامراض الوراثيه. البايبولر من الامراض اللي تورث وبشده في الطب النفسي. خلاص. فلو انت عندك حد من اهلك بايبولر لازم تبدا تشوف هل الاعراض اللي بس بتظهر عليها دي تغيرات في المخ، دي تغيرات في بوابات الكالسيوم، دي تغيرات في طاقه المخ، دي تغيرات في اكسده المخ، دي تغيرات في النواقل العصبيه، تغيرات في دوائر المخ تتعامل ازاي مع بعضها. وفي الاخر ده كله بيجتمع تحت عنوان رئيسي الا وهو مرونه مخك. فالمفروض حضرتك تروح لدكتور وتساله: دكتور انا بحس بكذا، ده ليه؟ وايه البرنامج اللي هنمشي عليه؟ وازاي مرونه مخي ترجع لوضعها الطبيعي؟ طب ايه اللي هيحصل لو انا خدت علاج مناسب ومحسنات مزاج مظبوطه وحاجات تتماشى مع طبيعه حياتي من غير ما توقفها، وحاجات تساعدني للشخص اللي مش عارف ينام تساعده ينام، والشخص اللي عايز يصحى تساعده يصحى، والشخص اللي عايز مزاج مستقر تساعده؟ هتلاقي حياتك مستقره جدا، ثبات في المزاج قوي جدا، هتبدا ترجع لنفسك، انتاجيتك تزيد، مخك يكون مرتاح. صدقني انت مش محتاج تعيش متعذب طول الوقت نتيجه كبر او نتيجه انك مش عايز تتقبل فكره ان في تغيرات في المخ بتحصل نتيجه وراثه او نتيجه صدمات قويه بتمر بيها. اي شيء في الدنيا بيخش جسمك بيأثر عليك، زي ما الخبطه ممكن تكسر عظمه، الصدمه النفسيه ممكن تبوظ في الدماغ وممكن تاذيك وتاذي مرونه المخ. ما تترددش ابدا انك تزور الدكتور بتاعك. اشوفكم على كل خير.